انتبه من لسانك، لا يضيع عليك حسناتك أو يضاعف عليك سيئاتك أو يؤدي بك إلى إيذاء الناس أو أن يؤخذ من حسناتك لهم. كف عليك هذا. وفي الحديث عند الترمذي أن معاذ رضي الله تعالى عنه جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ألا أخبرك بعمل يجمع لك ذلك كله؟ قال معاذ: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، كف عليك لسانك. قال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ يعني يا رسول الله، لم تقل إن الذي يجمع لي كل هذا الصدقة لفضلها، ولا الجهاد لعزته، ولا الحج ولا العمرة، وإنما حذرتني من اللسان وهو صغير في جرمه لكنه كبير في جرمه. يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ يا معاذ، ما الذي يجعل الظهر يجلد إلا حصاد اللسان عندما يقذف المحصنات؟ يا معاذ، ما الذي يجعل الإنسان يؤذى أو يسجن أو يؤخذ ماله أو ربما قطعت رقبته إلا بسبب هذا اللسان؟ ما الذي يجعل الإنسان يغتاب أو ينم أو يكذب إلا بسبب هذا اللسان؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم، أو قال على وجوههم، إلا حصائد ألسنتهم؟